السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تبقوا بخير ومركزين ومصحصحين. نيجي نخش في حاجة جديدة النهاردة اسمها المفهوم والما صدق. يا مستر، مفهوم ما صدق؟ مفهوم اللفظ ومصادقات اللفظ. طب مستر، يعني ايه بقى الكلام ده من الاجزاء الجديدة اللي قالوا لنا عليها وحاجات كده صعبة، صح؟ هقولك يا سيدي لا، تعالى معايا واحدة واحدة. انا لما اجي اقول لك سيبك من بقى الملزمه اللي موجوده ورايا ومن كل حاجه، لما اجي اقول لسيادتك هذا الشخص جميل، لفظ جميل هنا انت فهمت منه ايه؟ فتقول لي يا مستر جميل، هذا الشخص جميل يعني شكله حلو، مهندم، بيتكلم مثلا بطريقه كويسه، فهمت مجموعه من الصفات او المعاني، صح كده؟ على الشخص ده. طيب لو انت شفت واحد فيه نفس الصفات هيبقى ده جميل، واحدة فيها نفس الصفات هتبقى دي جميلة، 3 4 فيهم نفس الصفات فيبقى دول جمال. فهنا كلمة المفهوم والما صدق ببساطة قبل ما نقرأ التعريفات، المفهوم هذا الشخص جميل، الساعة دي كويسة. فكلمة كويسة يعني والله مثلا مظبوطة، شكلها كويس، ما الأعطال بتاعتها قليلة وهكذا، صح؟ طيب في كذا ساعة بينطبق عليها نفس المعاني والألفاظ دي، فالكذا ساعة دول هيبقى اسمهم إيه؟ كويسين، صح ولا لأ؟ صح يا مستر. طيب معنى كده ان المفهوم هو، تعال نقرا بقى واحده واحده واقول لك ايه هو المفهوم وايه هو مصادقات اللفظ ده. اللفظ يا شباب بيبقى ليه مفهوم وليه مصادقات، اللي هو لفظ جميل ليه مفهوم وليه مصادقات. المفهوم هو الصفات والمعاني اللي انت فهمتها واللي انت قدرت تدركها من كلمة جميل. مصادقات اللفظ الافراد اللي بينطبق عليها الصفات والمعاني ديت. لما اجي اقول لك ده حريف، يعني ايه حريف؟ بيلعب كرة يا مستر مفيش اتنين منه. الشخص ده بيرقص جامد جدا، ده كمان بيجيب بدماغه، ده يا مستر بيعرف يباصي ويبص على الملعب ويدي سروهات، شخصية كده بيعرف يراوغ فظيع. طيب كل الناس اللي بتنطبق عليها نفس الصفات دي حريفة، صح؟ يبقى كل الناس دول مصادقات لللفظ، يعني بينطبق عليهم اللفظ. تعال بقى نشوف التعريفين ونفهم أكتر. المفهوم يا شباب قال لك الصفات أو المعاني التي يفهمها الإنسان من اللفظ عند سماعه أو قراءته. وركز قوي في كلمة الإيه أو كلمتين الصفات والمعاني دول. لما انت سيادتك بتشوف لفظ معين قريته او سمعته بيجي في دماغك بعض الصفات او المعاني حوالين اللفظ ده، صح؟ جميل، فشخصية صوتها مثلا كويس، لبسه مهندم، شكله حلو وهكذا. طيب يبقى هنا المفهوم صفات او معاني بتيجي في دماغك لما سيادتك تعمل ايه؟ لما سيادتك تشوف اللفظ او تسمعه. طيب الما صدق جاية من الما صدق يعني مصادقات اللفظ، يعني اللي بيصدق اللفظ هو الفرد او مجموعة الافراد. ركز معايا وبص، انا عامل لك دايرة حوالين الصفات والمعاني ودايرة حوالين الفرد او مجموعة الافراد. ليه؟ الذين يصدق عليهم مفهوم اللفظ في الواقع. يبقى هنا لما يجي يقول لك دي صفات بتيجي في دماغك اول ما بتشوف اللفظ هتختار ايه؟ هختار يا مستر المفهوم. طب لما يجي يقول لك اشياء او افراد بينطبق عليها صفات معينه او معاني معينه، طالما بقت افراد يا مستر يبقى مصادقات اللفظ. يبقى هنا المفهوم هو الصفات اللي بنفهمها اللي بندركها لما اللي يحصل لما يا مستر اشوف اللفظ ده او اسمعه. والمصادقات هي الافراد اللي بينطبق عليها المفهوم او اللي بينطبق عليها الصفات والمعاني ديت اللي انا شفتها. تعالوا نشوف مع بعض هنا. لما اجي اقول لك الانسان، لفظ الانسان مفهومه انه كائن حي، كائن وحي وحساس ومتحرك وعاقل.
فأي حد كائن حي حساس متحرك عاقل بقى اسمه ايه؟ انسان. فالمصادقات هنا مصادقات الانسان، الافراد اللي بينطبق عليها دي كل البشر. كل البشر افراد بينطبق عليها كائن حي حساس متحرك عاقل. طيب تعالى تاني. مسجد بناء لصلاة المسلمين، ده المفهوم. كنيسة بناء للصلاة المسيحيين، صح ولا لأ؟ ده مفهوم المسجد ومفهوم الكنيسة. طيب مصادقاته كل المساجد، جامع عمرو بن العاص، جامع ابن رشد، جامع الوهاب. الكنيسة مثلا اللي هي كنيسة الكاتدرائية اللي في العباسية، وهكذا كل الكنائس اللي بتحمل ايه؟ اللي بتحمل اسماء. يبقى هنا يا شباب احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم على ان المفهوم هو ايه يا مستر؟ المفهوم ده اللفظ، اللي هو يا مستر مش اللفظ بقى، ده الصفات او المعاني اللي انا بدركها، اللي انا بعرفها لما اشوف اللفظ ده مكتوب او اسمعه. طيب المصدق بتاعه هو يا مستر اللي بافراد اللي بينطبق عليها ايه؟ اللي بينطبق عليها هذه الصفات. مدرسة بناء لتعليم قبل الجامعي. طيب حضرتك بقى عايز مصادقات المدرسة، مدرسة المدينة الجامعية مدرستي في ابتدائي، مدرسة بدر الإعدادية مدرستي في إعدادي، مدرسة الأرمان العسكرية مدرستي في ثانوي. يبقى كل دول مدارس، وطبعا بقى يعني بحب كل الناس اللي في المدارس دي ليهم تحية خاصة. يبقى كل دول ايه يا شباب؟ المدارس اهي، مدرسة جميع المدارس اللي في العالم برضو، يعني كل المدارس اللي موجودة في العالم. فهنا اللفظ ملخص الكلام ده، اللفظ ده الصفات او المعاني اللي انت بتدركها لما تسمع ايه؟ اللفظ. يبقى المفهوم هو الصفات او المعاني اللي انت بتدركها اول ما تسمع اللفظ. المصادق الافراد اللي بينطبق عليها الصفات او المعاني ديت. تمام؟ تمام. تعال بقى نخش في خناقة تاني مع اسم العلم. يا مستر، هل اسم العلم له مفهوم ولا لأ؟ يعني ايه يا سيدي؟ هقول لك والله، هل اسم العلم ليه صفات ومعاني معينة ولا لأ؟ هقول لك هتتعبنا. احنا قلنا اسم العلم يرى معظم المناطق ان اسم العلم ليس له مفهوم. يعني انا ما بقولش اكرم فمعناه ان الشخص ده كريم، مش شرط. ممكن ابقى انا بخيل مثلا، انت ما اتعاملتش معايا ما تعرفنيش. لانه عندما يولد المولود ويطلق عليه اسم كريم او جميله، فان هذا لا يعني بالضروره توافر صفات الكرم او الجمال في المولود. فعلشان كده اسم العلم ملوش ايه يا شباب؟ ملوش مفهوم. هو ليه مصدق واحد. يعني ايه يا مستر ليه مصدق؟ محمد، فانا قصدي الشخص محمد ده، فده الفرد اللي بينطبق عليه ان انا بناديله. يبقى اسم العلم ليس له مفهوم عند اغلب المناطق، ما عدا ايه؟ بعض المناطق قالوا لك احيانا اسم العلم بيبقى ليه مفهوم. ازاي؟ لما اجي اقول لك محمد فانه يفهم من هذا الاسم ان الشخص ده مسلم، ولما اجي اقول لك جون فيفهم من هذا الاسم ان الشخص ده مسيحي. مرقس، مينا، كرولوس، كل دي اسماء بتدل على ان صاحبها ماله؟ مسيحي. محمد، احمد، عبد الله، علي، حسين، كل دي اسماء بتدل ان صاحبها مسلم. فهنا في معظم المناطق وفي الاغلب ان اسم العلم ملوش ايه؟ ملوش يا مستر مفهوم. انما ممكن بيجي بقى يلعبك، يقول لك محمد ويجيب لك جملة بتدل ان ده اسم مسلم، او مينا ويجيب لك جملة ان ده بتدل ان الشخصية دي مسيحية. فيقول لك محمد هنا، بس دي قليلة لما بتيجي، يقول لك محمد او مينا هنا دي اسماء علم لها مفهوم ولا لا؟ وكمان ممكن تجي لك فين؟ تجي لك في المقالي، فتقول له هنا هتروح كاتب له ده: قلة من المناطق يرون إن هناك بعض الأسماء لها مفاهيم، فمحمد هو اسم،
تمام، ولكن له مفهوم، أو اسم علم له مفهوم يدل إن صاحبه مسلم. ومينا نفس الكلام اللي رصيناه، هو اسم علم له مفهوم يدل على أن صاحبه مسيحي وخلاص. فهنا ركز إن معظم أسماء العلم وكل المناطق يعتبر أكتريتهم شايفين إن اسم العلم ملوش يا مستر مفهوم، ولكن بعض المناطق شايفين إن لا والله هنا في بعض الأسماء ليها مفهوم، زي محمد أو مينا أو جون، دي أسماء ليها مفاهيم إن الشخص ده مسلم أو مسيحي. اسم العلم له ما صدق واحد، انا لسه قايلها لك ان انا لما بقول يا محمد يا علي يا مينا يا كريستين انا قصدي الشخص بعينه، وهو المسمى الذي يطلق عليه، وذلك لانه حد جزئي. فخلاص بنعيد بقى اللي قلناه على فرد واحد او شيء واحد او مسمى واحد بايه؟ بالذات. فهنا يا أساتذة أسماء العلم ملهاش مفهوم، ولكن ليها ما صدق واحد اللي هو الشخص اللي أنا بناديله ده في 99%، ولكن ممكن يجيب لك 1% يقول لك محمد أو مينا كريستين وزينب، فده بيدل عليه تقول له إن ده شخص مسيحي أو شخصية مسيحية ودي شخصية مسلمة وهكذا. طيب خلي بالك بقى أو ضيف لمعلوماتك ايه هو؟ قال لك لازم تعرف في البداية ان مفهوم اللفظ لا ينفصل عن مصادقاته، يعني دايما كل مفهوم له مصادقات، الا لان ايه بقى؟ هم الافراد الممثلين للمفهوم. خلاص المفهوم ليه مصادقات، المفهوم صفات ومعاني، وفي بعض الناس بينطبق عليها الصفات والمعاني دي، فالاتنين بيبقوا لازقين مع بعض او بيجوا مع بعض، الا اذا كان، ركز بقى هنا، اللفظ غامض أو خرافي زي كلمة غول فليس لها مصادقات، أو يكون لفظ مجرد زي عدالة أو حرية. هنا الألفاظ الغامضة اللي ملهاش معاني ملهاش مصادقات، والألفاظ المجردة ملهاش مصادقات. ليه؟ لما أجي أقول لك غول، لو جيت سألت تيتا تقول لك عفريت، جيت سألت أختك الصغيرة تقول لك تشريك، طب هو عفريت ولا تشريك؟ ما نعرفش. فهنا ملوش مصادقات، ملوش أفراد ينطبق عليها الكلمة دي. أو عدالة لفظ مجرد، الحب، الكره، الحرية، الخير، الشر، دي ألفاظ مجردة، صح ولا لأ؟ فين بقى الافراد اللي بينطبق عليها الصفات؟ لا مفيش. يبقى هنا العداله ده شيء مجرد، فاللفظ هنا مجرد، فمفيش ايه يا شباب؟ مفيش ليه مصادقات. فهنا العلاقه وثيقه بين المفهوم والمصادق، وكل منهما يؤثر في الاخر، يؤثر في وجود الاخر. بس خلينا كلمة التأثير دي هنعرف ازاي والعلاقة ما بينهم. خلينا بقى اقول لك واكد لك الكلام ده. قال لك هناك الفاظ لها مفهوم وليس لها مصادقات. الفاظ لها مفهوم بس ما لهاش مصادق، زي الغول والعنقاء. انت الغول ده عفريت، الغول ده كرتون، العنقاء دي حاجة بتخطف، حاجات كده، طائر اسطوري، فحاجات ليها مفاهيم ولكن ملهاش مصادقات على أرض الواقع. وألفاظ لها ما صدق وليس لها مفهوم، زي اسم العلم ليه ما صدق، الشخص اللي بناديله ملوش مفهوم، ما بقولش يا أكرم معناه إن هو شخص كريم، لا مش شرط. وبقية الأسماء بقى ليها ما صدق ومفهوم، ألفاظ لها مفهوم وما صدق اللي هي بقية الألفاظ. يبقى الاتنين دول مهمين. لما يجي يقول لك اسم مجرد أو اسم غامض، ده يبقى ليه إيه؟ ليه مفهوم وملوش ما صدق. طب يا مستر اسم العلم ليه ما صدق وملوش مفهوم، بقية الألفاظ ليها مصادقات وليها مفهوم. تعالى نخش في العلاقة بين المفهوم والما صدق. العلاقة بين المفهوم والما صدق هي علاقة هي علاقة عكسية. يعني ايه يا مستر علاقة عكسية؟ يعني يا سيدي يا حلو يا جميل، كلما زاد المفهوم كلما قلت مصادقات اللفظ، وكلما زادت المصادقات قل المفهوم، اللي هو العكس صحيح. بس خلي بالك من حاجة مهمة، ليست علاقة عكسية مطلقة، هي نسبية. ليه يا مستر؟ هقول لسيادتك.
لان لازم الصفة اللي هنضيفها او اللي هنحذفها تكون صفة مؤثرة. مستر انا مش فاهم حاجة، هقول لسيادتك تعالى سيبك من هنا. احنا قلنا العلاقة بتبقى ايه يا شباب؟ العلاقة بتبقى عكسية، كلما زاد المفهوم قلت المصادقات والعكس صحيح. تعال نشوف المفهوم قدامك اهو والمصادقات اهي. تمام؟ المفهوم اللي هو الصفات او المعاني اللي انت بتفهمها ولما تشوف اللفظ او ان انت تسمعه. المصادقات الافراد اللي بينطبق عليها الصفات دي. طب تعالى بقى كده وخلينا نخطط مع بعض. لفظ كائن ليه مفهوم؟ يا مستر ليه مفهوم، او المصادقات بتاعته اللي هو الكائن ده. انت لما تيجي تقولي ممكن الجماد، ممكن الايه، النبات، الحيوان، الانسان، فدي المفهوم وادي المصادق. كائن لفظ، تمام؟ فمصادقاته هنا ايه؟ كتيرة، لا اما جماد او نبات او حيوان او انسان. يا مستر هو كائن جماد؟ لان كائن قصدها كينونة الشيء، اصل الشيء، فاصل الشيء ممكن يبقى جماد او ايه، حيوان او كائن حي وهكذا. تمام؟ طيب تعالى كائن حي، هنا بيزيد الايه؟ بيزيد المفهوم. تعالى نبص على المصادقات. ايه اللي حصل لها؟ كائن حي فحذفنا الجماد خلاص، فيا نبات يا حيوان يا انسان. طب تعالى نزود المفهوم ونشوف ايه اللي هيحصل. مصادقات، تعالى كائن حي حساس. كائن حي حساس، المفهوم زاد بقى 3 الفاظ اهم. فكائن حي حساس هنحذف النبات، ما بيحسش، لا اما يا مستر حيوان او انسان. طب تعالى نزود المفهوم تاني. تعالى كائن حي حساس عاقل. كائن حي حساس عاقل، المفهوم زاد 4 كلمات، فخلاص المصادقات بتاعته الافراد اللي بينطبق عليها الصفات ديت مفيش غير الانسان، البشر. فهنا العلاقة ما بين المفهوم والمصادق هي علاقة عكسية، يزيد المفهوم تقل المصادقات، يقل المفهوم تزيد المصادقات. زي ما شفنا هنا كائن كلمة واحدة فادتني مصادقات ادي 1 2 3 4، يا جماد يا نبات يا حيوان يا انسان. طب كائن حي كلمتين فادتني مفهوم، يا اما نبات 1 او حيوان 2 او انسان 3. بيزيد بتقل من 4 ل3. طب تعالى كائن حي حساس 3 الفاظ فادتني لا اما 1 او 2 انسان او حيوان. كائن حي حساس عاقل 4، فهتبتدي تديني 1 اللي هو الإنسان. فهنا يا شباب العلاقة بين المفهوم والمصادق بتأثر في بعضها ازاي؟ بتأثر يا مستر بعلاقة عكسية، ولكن ركز قوي، ركز جدا معايا. تعالى طلعها لك بقى فوق. ايه هي يا مستر العلاقة العكسية دي؟ كلما زاد المفهوم قلت المصادقات والعكس صحيح. وشفنا المثال، وممكن اقول لك مثال تاني. العلاقة هنا ليست عكسية دائما أو مطلقة. ليه؟ لأنه يجب أن تكون الصفة المحذوفة مؤثرة وليست صفة شائعة أو مالها يا مستر منتشرة. تعال نشوف. العلاقة العكسية معناها أنه أي زيادة في صفات المفهوم تقل المصادقات والعكس صحيح زي ما شفنا في المثال اللي فات. ولكن الصفة المضافة أو المحذوفة يجب أن تكون صفة مؤثرة في عدد المصادقات وليست صفة شائعة بين جميع المصادقات. فمثلا لو أضفنا صفة يتكاثر على مفهوم الإنسان، أنا قلت لك إنسان فهتقول لي جميع البشر. طب قلت لك إنسان يتكاثر، يعني كل البشر بتتكاثر؟ ده في بس بعض الحالات ما بيتكاثروش أو عندهم مشاكل، صح ولا لأ؟ إنما دي صفة، التكاثر صفة عامة، صح ولا لأ؟ في المثال السابق فلن يؤثر على عدد المصادقات لأن هذه الصفة شائعة عند كل أفراد الإنسان، فبالتالي لن تؤثر، مش هتأثر في المصادقات عشان كل الناس بتتكاثر، بس مش كل الناس بتسكن أفريقيا. فأنا بقول لك إنسان يتكاثر صفة
منتشرة، كل الناس اغلبها، هو صفة الانسان اصلا انه بيتكاثر، صح ولا لا؟ طيب انما بقول لك بشر يسكنوا افريقيا، لا ده هنا بقى المصادقات قلت، بدل كل البشر للكم مليون بس اللي في افريقيا. فهمت؟ فلازم الصفة اللي انت بتزودها او اللي سيادتك بتبتدي انك تعمل ايه؟ تحذفها. لازم الصفة دي يا شباب تكون مؤثرة جدا في قلب الايه؟ قلب العلاقة ما بين المفهوم والمصادق، لازم تكون مؤثرة، انما صفة شائعة مش هيحصل فيها تأثير. طيب نيجي بقى للعلاقة أو التقابل بين الحدود. التقابل بين الحدود من حيث المفهوم. المفهوم اللي هي الصفات والمعاني، صح كده؟ طب بيتقابلوا مع بعض ازاي بقى؟ تعال اقول لك على حاجة. التقابل او العلاقة من ايه بين الحدود من حيث المفهوم في علاقات كتيرة، ولكن احنا هندرس حاجتين بس: التقابل بالتناقض والتقابل بالتضاد. وركز معايا جدا. ليه يا مستر؟ لان التقابل بالتناقض بيجي بين حاجة وحاجة، والتقابل بين التضاد برضو حاجة وحاجة، ممكن تتلخبط فيهم، بس لو ركزت هيبقوا سهلين. التقابل بالتناقض بيجي بين ايه وايه؟ ركز كده، تعال اهو. التقابل بالتناقض بيجي بين لفظ مثبت، لفظ مثبت ونفس اللفظ بعد نفيه. لفظ مثبت وهو اللفظ بس انت نفيته، زي ابيض، ادي حد مثبت، لا ابيض حد منفي. يبقى هنا التقابل بين التناقض لفظ ونفسه بس منفي، لفظ مثبت ونفسه بس منفي. تمام؟ طب يا مستر لما تيجي تقول لي التقابل بالتضاد بيجي بين ايه وايه؟ تاني، التقابل بايه؟ بالتناقض بيجي بين اللفظ ونفسه بس ايه؟ منفي، ابيض ولا ابيض. طب يا مستر التقابل بالتضاد بيجي بين ايه وبايه؟ التقابل بالتضاد يا شباب بيجي بين اللفظ المثبت وعكس اللفظ. هنا ابيض اسود، طويل قصير، تخين رفيع. تمام؟ اهو ثانية واحدة، ادي ابيض هنا اسود، طويل هنا بقت قصير، ناجح بقت راسب. يبقى الفرق ان التقابل يا مستر اللي بيجي بالتضاد اللفظ وعكسه، والتقابل اللي بيجي بالتناقض اللفظ هو منفي، ابيض لا ابيض، اسود لا اسود، وهكذا. تعال نشوف بقى الاحكام بتاعت كل واحد لوحده. بص يا سيدي، التقابل بالتناقض قلنا بيجي بين لفظ مثبت ونفس اللفظ بعد نفيه، يعني أبيض ولا أبيض، أسود ولا أسود، طويل ولا طويل. طيب اللي هو إيه؟ قال لك الحكم بتاعه: الحدان المتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بين قوسين لا يصدقان معا ولا يجذبان معا. مش فاهم حاجة يا مستر، يعني ايه لا يتقابلان معا ولا يرتفعان معا؟ يعني لا يصدقان معا ولا يجذبان معا. يعني يا سيدي لا يرتفعان معا او لا يجتمعان معا ببساطة، لا يجتمعان معا ما ينفعش يجي في الجملة الايه؟ اللفظ ونفسه بس منفي في نفس الوقت. ما ينفعش اقول احمد ابيض ولا ابيض، لان اللفظ هو منفي، لا يجتمعان معا. طب عندنا اشهر مثال على كده ايه يا مستر؟ عمرو دياب. تصدق ان عمرو دياب وقع في الغلطة دي؟ وقع ازاي فيها؟ قالك انا عايش ومش عايش، وماله مش قادر على بعده. طب استنى بس قبل تعبك في بعده، يعني ايه انا عايش ومش عايش؟ سيادتك لا عايش بتاكل وتشرب معانا، لا اما اتكلت على الله مش عايش خلاص. يبقى هنا يا شباب التقابل بالتناقض ما بين اللفظ ونفسه منفي، عايش مش عايش. فهنا لا يجتمعان معا، ما ينفعش ييجوا في جملة واحدة، مستحيل.
تمام؟ طيب لا يرتفعان معا، ما ينفعش احذفهم من الجملة هما الاتنين مع بعض. انما انا ايه بقى؟ عايش ومش عايش. طب انا هحذف عايش وهحذف مش عايش. انا هكمل؟ ما ينفعش. يا عايش ومش قادر على بعده، يا مش عايش ومش قادر على بعده ومت خلاص وتعبت ورحت في داهية. فهنا طبعا على الأغنية ملناش دعوة بالفنان. فهنا احنا بنتكلم على ايه؟ ان التقابل بالتناقض، لا اما اللفظ وهو ولكن منفي، فده يا مستر بيقول لي ايه؟ بيقول لي التقابل بالتناقض حكمه لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني ما ينفعش الاتنين يجوا مع بعض في الجملة. طب التقابل بالتضاد بقى ماله يا مستر؟ التقابل بالتضاد يا شباب هو الكلمة وعكسها، وزي ما قلنا ابيض اسود ناجح راسب. تمام؟ طب يعني ايه؟ طب ايه الفرق بقى؟ اهو التقابل بالتضاد يأتي بين الكلمة اللفظ المثبت وعكسه، أبيض أسود طويل قصير ناجح راسب. طب الحكم بتاعه الحدان المتضادان ماله يا مستر؟ لا يجتمعان معا، ما ينفعش يجوا مع بعض في نفس الجملة. وقد يرتفعان معا، ممكن اشيلهم هما الاتنين من الجملة، ممكن احذفهم وامسحهم هما الاتنين من الجملة. طب ليه؟ لان هنا ما بين اللفظ وعكسه بيبقى دايما في حالة وسط. لما اجي اقول لك لا يجتمعان، يعني ما ينفعش اقول ان الشخص ده ناجح وراسب. اهو مثلا لا يجتمعان يعني ما ينفعش اللفظ وضده في نفس الايه، في وصف شيء واحد في نفس الجمله. ازاي؟ لا يمكن وصف الطالب بانه ناجح وراسب في نفس الوقت. ما ينفعش ان انا اقول ده ناجح وساقط. ينفع؟ لا. انما ينفع اقول احذف بقى ناجح واحذف ساقط واقول عنده دور تاني. فهنا بقى في حالة وسط ما بينهم. هنا بقى الموضوع ان في ايه؟ في والله وسط يا مستر هنا. اهو يمكن ان يخلط طالب من الصفتين معا، يعني هو لا ناجح ولا هو ساقط، هو عنده دور تاني، هو عنده ملحق زي ما بنقول كده. فالتقابل بايه؟ بالتضاد لا يجتمعان معا، ما ينفعش يجوا هما الاتنين في الجملة، يعني لا يصدقان معا. وقد يجذبان معا، ممكن الاتنين يبقوا جاذبين مع بعض كده، يلا حذفناهم من الجملة هما الاتنين مع بعض. طيب خلصنا يا مستر؟ الدرس خلص. تعالى بقى نحل مع بعض كام سؤال ونبتدي نشوف احنا هنطبق ازاي. كام سؤال خفيف كده نحلهم على المفهوم والمصادق. تعالوا بقى نحل مع بعض، وزي ما قلنا يلا بينا 4 أسئلة ونخلص الدرس بتاعنا يا مستر. طيب ايه بقى ال4 أسئلة دول او الأسئلة اللي احنا هنشتغل عليها؟ زي ما قلنا قلمك في ايدك، قلمك مهم عشان ده اللي بنخطط بيه وبنطلع بيه مفتاح السؤال. تعال نقرأ. يقول ميسيو لالالاند. اي حد مش عارف يقرأ الاسم هيعمله كده أكنه مش موجود. يقول نقط جملة الصفات التي يثيرها استخدام اللفظ مضافا إليها المعاني التي تلزم عن هذه الصفات منطقيا يكشف القول السابق عن معنى. جملة الصفات التي يثيرها استخدام اللفظ مضاف إليها معاني. يبقى أنا كده عندي صفات وعندي معاني، وقلنا الصفات والمعاني هي المفهوم. يبقى المفهوم هو الصفات والمعاني التي يثيرها اللفظ في الذهن حين سماعه أو قراءته. طيب تعال نشوف التاني. يقول أو يرى مناطق بورت رويال. المناطق يعني علماء المنطق إنها مجموع الأفراد الداخلين تحت لفظ كلي. مجموعة الأفراد اللي بتيجي تحت لفظ معين أو إيه صفات معينة. ما هو لفظ كلي، اللفظ ده أكيد ليه صفات، فمجموعة الأفراد اللي تحته اللي بينطبق عليها الكلام ده. فهنا يا مستر إحنا بنتكلم على إيه؟ المفهوم والمصادق. المفهوم صفات والمصادقات أفراد. يبقى الإجابة على طول هنا إيه؟ المصادق. يلا ميسيو لالالاند تاني. جملة الصفات التي يثيرها استخدام لفظ ما وكل ما يرتبط باللفظ في الذهن داخل الايه؟ العقل او في معناها.
برضو نفس الكلام. صفات خلاص، طالما صفات وانا مغمض يا مستر، طالما صفات هختار مفهوم. افراد هختار المصادق. تعال نشوف السؤال اللي تحتيه. يرى جون ستيوارت ميل انها افراد الطائفة. اهو شفت افراد الايه الطائفة. مثل لفظ الطير فانه يدل على النسور والعصافير والغربان وما اليها. يطبق القول الصادق مفهوم ايه؟ هتيجي تقول لي بص يا مستر بقى ده هنا في لخبطه. ليه؟ عشان انت بتقول لي في البدايه، تعالى نمسح كده. انت بتقول لي يا مستر في البدايه انها افراد الطائفه، صح؟ فافراد الطائفه ده ايه؟ ده المصدق، الافراد اللي بينطبق عليها. هقول لك 100. بعدين جت تقول لي مثل لفظ الطير فانه يدل على النسور والعصافير والغربان. مش ده قصده كده صفات الطير؟ هقول لك لا، دي افراد. ركز، نسور عصافير غربان دي افراد. يبقى هنا احنا بنتكلم على افراد، يبقى مفهوم ولا مصدق؟ على طول هجري وانا مغمض. يبقى الاجابه هي الايه؟ المصدق. يبقى يا شباب يا اساتذه، ده درس ايه؟ درس النهارده، واللي بيكلمك على المفهوم والمصادق، ولازم تركز فيه كويس جدا جدا هو والدرس اللي جاي، لان هما من اصعب، مش اصعب، ممكن يكونوا من اجدد الدروس اللي عليكم. اشوفكم على خير الحصه اللي جايه.